السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب حبايبي تكونوا بخير. برج الحوت حبايب قلبي، صفوا النية كده، اتفائلوا بالخير تجدوه، طلعوا الطاقة السلبية، صلوا على الحبيب وكمان استغفروا. طبعا حبايبي اللي اول مرة بيزوروا القناة ما تنسوش تعملوا اشتراك وشير ولايك للفيديو. حبايبي بقى اخواتي وولادي الموجودين في القناة، حطوا لايك وشيروا الفيديو وننزل نكتب كومنتات، نصلي على الحبيب وكمان نستغفر. طبعا حبايبي لازم يكون عندنا يقين وثقة في الله وحده، انه لا يعلم الغيب الا الله، محمد رسول الله، لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. الرغي والكلام كتير قوي بس انت بترميه ورا ظهرك ليه؟ لانه ما بقاش ليه لازمة. الفترة دي في عصبية، وعصبية كبيرة قوي، يعني مخلياك مش قادر من اللي انت شفته. واللي انت شفته ما كانش كتير بالنسبة لك، كان حمل كبير. في نقطة سودة جوه حياتك، وجود الشخص ده جوه الحياة هو عبارة عن نقطة سودة. يعني الشخص ده مش عايز يطلع من حياتك، ومش عايز يرحمك، تعبت من الشخص ده قوي. ورغم ده كله برضه واقف جنبه للأسف. للأسف. كمان لا حول ولا قوة إلا بالله. خلي بالكم بواحدة ست بتدبر لكم مشكلة، وهي ست كمان بوشين. هي في الوقت الحالي بتدور مشكلة، انت والشريك بتخش جوه البيت عندكم، ودي زي ما بيقولوا كده، اللي في ايديكم ما بيكونش ليكم، ودايما بتدوها الخير للأسف. بس في ناس انتوا بتدوهم الخير ده بيعضوا الايد اللي بتتمد، الايد اللي بتساعد، بياكلوها اكل. يعني زي ما بيقولوا كده ما بيخلوش منها حاجة. فلازم تركزوا كده وتفوقوا. برج العذراء ظلمك وغدر بيك وعمل لك معركيل ومشاكل، بس انت هيكون عندك بإذن الله منتصر على اللي حواليك. هيكون عندك انطلاقات حلوة، أحداث حلوة، بس انت لازم تحصن نفسك أول بأول، لأن الحسد مش سايبك. وارجع أقولك تاني، عندك في واحدة بومة، اتنين تلاتة، عندك كذا واحدة موجودة في حياتك ورشقالك مش سايباك. العراكيل اللي حصلت عندك في الماضي خلتك تعاني. انت بسبب التعب، التعب اللي عندك او التعب اللي عند حد قريب من حياتك، انت زعلان، وعندك في حد مريض، انت متضايق وشايل هم وحزين، عندك كمية حزن كبيرة. كمان انت في حد عندك مصدوم، ان كانت بنت اخت، مصدوم صدمة كبيرة، وانت زعلان عشانه، زعلان، ابن، بنت، اخت، زعلان على حالك انت وهي. انتوا محتاجين تحصنوا نفسكم. انتوا بالكم مشغول بأحوال الشريك. عندك علاقة مع برج العقرب برضو. يعني برج العقرب ده كنت علاقة، وكنتوا فاكرين ان هو يعني نجم في السماء، واداكوا اكبر، يعني اكبر، يعني مش عارفة، اكبر طعنة خدتها في حياتك. وفي ناس كتيرة انتوا جت عليكوا، يعني ناس ظلمتكوا. الصدمة كانت كبيرة، مش صدمة قريبة. اللي بتفتكروا موسى بيطلع ايه؟ فرعون. وانتوا اتأذيتوا كتير، اتأذيتوا من ناس كتيرة ومن أمراض كتيرة. عندك تعبان وبيلعب على طرفين، والتعبان ده شايل لك حمل، حمل كبير. لا اله الا الله. كان عندك فيه توتر وحيرة بسبب التعبان الموجود في حياتك ده، اللي عامل نفسه ملاك. عامل نفسه ملاك ماشي على الأرض. انت كنت بتحب شغلك أصلا، وانت بتحب المكافحات وبتكافح، ما بتحبش الحاجة بتجيلك وبس. كان عندك حد بيغير منك في عملك، لدرجة ان انت من كتر الحسل ده فلوسك بتتبخر. مفيش فلوس بتفضل في ايديك، كل اللي في بيجي من يمين بيرتين من الشمال، وبتقول هشيل فلوس على جنب وشايلها، بتحصل اي حاجة تلاقي الدنيا مبقش
لان فلوسك متبخرة من شدة الحسد اللي عليك. كمان عندك في علاقة مع برج الجوزاء وحصل بينكم تفريق، وده بسبب الطرف التاني كان بيتدخل بينكم، دايما كان بيعمل لكم حيرة. لا اله الا الله محمد رسول الله. انت الفترة دي بتعاني من بعض التوتر والحيرة والقلق. عندك خنقة غير طبيعية، حاسس ان انت مخنوق، حاسس ان انت تعبان، ملكش نفس لأي حاجة، رغم ان الفترة الجاية دي هيكون عندك اخبار، وحد كده هيخش في حياتك ويديك طاقة ايجابية. عندك في حد مسجون، حد مخنوق، وانت دايما بتدعيله ان ربنا يفك كربه. ربنا كريم عليك، ربنا بيحبك. في عندك موضوع انت شاغل بالك وخدت القرار فيه، في قرار انت هتاخده الايام الجاية وهتعمله بدون اي تردد، وبدون اي تردد القرار ده هيجيب لك جاي نجاح. القرار ده هو الصح اللي انت عملته في حياتك. ابعد عن الطاقة السلبية عشان الخير جاي. انت بتقول الخير وانت هيجيلك الخير وهتكون راضي عنه. آه انتوا اتخدعتوا في الماضي واتظلمتوا، ومن كتر الخداع والظلم اللي جه عليكم في الماضي ما بقاش ليكوا نفس لأي حاجة. انت كمان ربنا هو اللي هيفرحك، ربنا هو اللي هيفرح العبد مش الناس اللي هتفرحك. لازم يكون عندك يقين وثقة في الله. انت كان عندك في علاقة نرجسية، كانت علاقة سامة، كان في خداع بينك وبين الشريك. انت من كتر ما ربنا بيحبك بيظهر لك الناس وبيبين لك حقيقة الناس. انت روحانيتك عالية، وده بيدل ان انت عندك علاقة كبيرة مع ربنا. خلي بالك من علاقة، انت في علاقة تانية. لو انت في علاقة تانية لازم تخلي بالك. اي علاقة تانية انت فيها غير العلاقة اللي انت فيها، لو انتوا في علاقة تانية فلازم تخلي بالك. لا اله الا الله محمد رسول الله. ما شاء الله انتوا الايام الجاية في مشروع هيتعرض قدامك. المشروع ده هيكون حلو بالنسبة لك، هيديك نجاح وهيديك فرحة حلوة. بس انت زعلان نفسك. زعلان نفسك على ايه؟ زعلان على الوقت اللي ضاع منك، العمر اللي ضاع في سعادتك، في الحاجة اللي انت كان نفسك ان انت تعملها، واللي انت عملته ما كانش يستاهله. عندك كمية ندم غير طبيعية في اللي ضاع من حياتك. انت عندك حد استغفر الله العظيم يعني مش كويس خالص، دايما بتاخد منك الطاقة الإيجابية وتديك الطاقة السلبية، دايما تحبط يعني لو حتى بتقول بسم الله ما شاء الله من جواها مش حابة لك الخير. لا إله إلا الله محمد رسول الله وحده. انت ظلمت من برج السرطان، ظلمك وحطم لك أهدافك. البرج كمان الحمل شايلك حمل ومسؤولية وغدر بيك، وفي الآخر بدون ما تعمل أي حاجة غل الناس موجود. عندك في واحدة ست عينها وحشة، آه هي كمان عندها خبث وقلبها مش كويس زي ما انت شايفها. دايما انت مظلوم، مظلوم المقربين اكتر. في عندك واحدة ست دخلت في حياتك لخبطت حياتك، ودي غيرتها، خليتك تنفصل عن الناس اللي انت بتحبها. دايما بتعاني من السحر خبيث، سحر مش كويس معمول لك ووقف الحال. في النكد والمشاكل ده مسيطر عليك وعلى حياتك، يعني مش مسيطر عليك انت بس، مسيطرة على اولادك، على كل حاجة في حياتك. السحر ده مش كويس، السحر ده قالب حياتك. فلازم تخلي بالك من الفترة الجاية، لأن الفترة الجاية هيكون عندك تعويض. الأيام الجاية بإذن الله هتتغير حياتك، وربنا هيكرمك وهيوسع عليك، وهتستاهل كل خير. انت دايما مظلوم من اللي حواليك، دايما مظلوم في حاجات كتيرة. انت من شدة الحسد اللي انت فيه عندك
في بيتك نمل، حاجات غريبة، حاجات بتضيع. انتوا حصل منكم سرقة، حد دخل في بيتكم، وده حصل لكم. الفترة الجاية هيكون فيها ركود، وانت هتكون غصب عنك. كان عندك علاقة مع برج الحوت وكنت تعبان جدا. لا اله الا الله رسول الله. انت الفترة الجاية دي هتثبت وجودك، رغم المجهود اللي انت هتعمله ده كله هيكون في حياتك. خلي بالك، بلاش تدي سرك لحد. كل ما بتدي سرك لحد بيبقى في عندك عراكيل. كان عندك علاقة مع برج القوس وانفصلتوا، كمان عندك في انطلاقة جديدة وفرحة وخير ليك. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله. عن ذاك الفترة الجاية تخلي بالك، انت لو في علاقة سامة يا ريت تبعد عنها، ابعد. برج الثور دي كانت علاقة لخبطت حياتك، رغم ان انت مأذي، رغم ان انت جواك اب طيب طفل. دي اكبر مشكلة في حياتك، ان انت جواك طفل. لازم تخلي بالك من نفسك. انت عندك لهفة اشتياق جوه قلبك، عندك لهفة، عندك اشتياق. اولادك بعد عنك، حد انت بتحبه بعيد عنك، بس انت عندك اشتياق في خير جاي لحياتك. انت انفصلت، اتفصلت عن ناس كتيرة، عن برج الثور، برج العقرب، برج الأسد، قوس والدلو، أبراج كتيرة. انت مأذي من كل الأبراج دي. حتى برج الدلو اللي هو غلبان، انت كنت في علاقة، يعني عملتوا بلوكات لبعض. انتوا بتسألوا ليه؟ السبب ليه؟ كمان عندك لا، عندك فيه طاقة خير، طاقة رزق. الفترة الجاية هيكون عندك فيه فرحة حلوة. عندك بقى فرحة وخير، عندك حرف الألف، السين والواو وحرف الر وحرف الحاء. الحروف دي موجودة جوه حياتك. كل اللي أذاك من الحروف دي، كل اللي غدر بيك الحروف دي، كل اللي ظلمك الحروف دي، حتى القرين بتاعك مش سايبك. وكمان حرف العين، حرف العين ده غدر بيك. عندك حرف كمان الميم، وده مجاش منه غير الخيانة. حتى أقرب الناس ظلمتك، انت حتى مأذي من أقرب الناس ليك. في عندك توقيع أوراق، هيكون عندك انطلاقة اللي انت مستنيها. انت ليلك نهارك، انت لما بتحط حاجة قدامك بتوصل لها بإذن الله. انت ماشي في الخير، والسهر ده من كتر التفكير عشان توصل لهدفك لحلمك. انت هتشتري حاجة، حاول اللي ظلمك ده تبعد عنه، حتى لو مقربين عمل لك سحر بالتفريق. حتى اهل الشريك، حياتك كانت تقفل لك بينك وبين حياتك كانت ملخبطة. انت كمان هيكون عندك في رزق وخير. عندك اخت الشريك او اخت الشريك، دول مش كويسين ودايما بيأذوك. عايزاك تخلي بالك ان الفترة الجاية دي هيكون فيها اشتياق مش ليك انت، في حد مشتاق لك وهيرجع لك. والقرار هيكون بتاعك انت اللي هتقرر ترجع ولا وتكمل. لازم كمان تخلي بالك، اللي ساب مرة هيسيب مرة مليون مرة. فانت تخلي بالك وتعرف الشخص اللي قدامك انت نيتك صافية. ومن كتر ما نيتك صافية وقلبك طيب بتتخان وبتتظلم في حاجات كتيرة ملكش ذنب فيها. انت الشخص اللي هيرجع لك ده هيعرف قد ايه
انه ندمان ان هو سابك وظلمك، وساعتها انت اللي هتقرر تعمل ايه. في حد ماشي عكس الاتجاه، عكس ان كان بقى حظ من برج الجدي او من الابراج اللي موجودة في حياتك. كل ما تقول له يمين يمشي معاك شمال، وتعبك نفسيا كمان. آه في عندك واحدة ست كانت مرات اخ او حد من صحابك، دي عاملة بقى نميمة. انت حاسس ان عندك في نميمة، حد بيتكلم عليك ومحدش سايبك في حالك. انت دخلت في شغل وخسرته، ولغاية دلوقتي انت ممكن هترجع لشغلك تاني. في عندك وظيفة جديدة اللي هتفرحك. انت الفترة الجاية دي هتحسن نفسك اول باول، وهتخش في انفراجات حلوة. بس انت لازم تحسن نفسك عشان خاطر الايام الجاية دي هتكون فيها انفراجات عندك. حد اتوفى عندك ودموعك نزلت، ما كنتش متخيل ان هو يتأذي. لا اله الا الله محمد رسول الله. كنت ماشي في موضوع، كنت مخطط له تخطيط تمام، حاسس ان حاجة عملت لك عراقيل لخبطت لك. كنت ماشي في حاجة وكنت ناوي على خير، وحصل بعض اللخبطة والتوتر بسبب بعض الناس اللي كانت في حياتك، اللي كانوا دايما واقفين لك على الواحدة، دايما عاملين لك جحيم في حياتك. كان عاملين لك بعض اللخبطة وبعض المشاكل. عندك حد كبير في السن بيدعيلك وبيدعيلك ويقولك روح وانت منصور. انت مشتاق لأطفال، مشتاق لأطفال بعاد عنك، يا إما مستني الذرية الصالحة. دايما حاسس ان جسمك بيوجعك، واكتر ألم بيجيلك عندك القولون العصبي بيعصبك. عندك في تساقط الشعر بسبب الزعل، بسبب التفكير، بسبب الزعل اللي انت فيه. إيه مش حاجة معينة، في انكوا راح للشيخ وقال لكم ان انتوا عندكم سحر مرصوص، معقول سحر مشروب بتحل. بيقول لك نحله ويحلوا، ما بياخدوا فلوس ما بيحلوش. انت السحر عندك بيتجدد اول باول، كل اللي تقدر تقوله حسبنا الله ونعم الوكيل. انت عايز حاجة للسحر مش لاقي. لا اله الا الله. انت نفسيتك تعبانة الفترة دي ومش عايز تكلم حد، يعني ناس ظلمتك وغدرت بيك وجت عليك. في تفريق بينك وبين اهلك، بينك تفريق بين ام واخوات، وبينك وبين اب، والله اعلى واعلم. انت في فرقة بينك وبين حد عزيز على قلبك. انت كان عندك فيه وقفة حال، انت ما كنتش عارف بتعمل ايه وعايز ايه. لا اله الا الله محمد رسول الله. انت كاره نفسك ليه؟ إن عشان انت مش عارف تعمل حاجة في حياتك بسبب العراقيل وبسبب المشاكل. مهما يعملوا السحرين طارت بتتقلب. هما بيعملوا ان شاء الله بيتقلب السحر على الساحر. انت جايلك خير الفترة الجاية، رزق حلو هيخش الفترة الجاية. انت اللي مزعلك هو وقف الحال اللي انت فيه، اللي مزعلك ان انت عندك فيه عكوسات في حياتك، عشان كده انت مش حابب كده. انا مش عايزاك تقلق، انت الايام الجاية هيكون في خير، بس لازم تعرف تستغل الخير اللي جايلك وتستغل الامور الحلوة اللي جايلك. انت دايما بتقول انا اذيتكوا في حاجة، انا جيت عليكوا عملتلكوا حاجة، ما عملتلكوش اي شيء. زي حاول على قد ما تقدر، انت من كتر العيون اللي عليك دايما حاسس بالندم. عندك في واحدة ست رفيعة، الست دي آه عقربة، سوسة، حباية، تحس ان هي شكل اطفال، وتحس ان هي ما فيهاش اي حاجة. فلازم تخلي بالك منها. العيون رصداك في كل اتجاهات، حاطينك في بالهم ومش عايزين يسيبوك في حالك. لا اله الا الله محمد رسول الله.
انت اكتر حاجة اللي تعبان هو الحسد. الحسد اللي هو داخل في حياتك ومستيبك في حالك، فانت لازم تخلي بالك وتحذر وبطريقة كبيرة، عشان خاطر اللي انت فيه ده مش سهل، ولازم تحسن نفسك على قد ما تقدر، لان انت ربنا هيديك كل الخير، وتعويض ربنا ليك هيكون احلى من اي حاجة. ربنا فرح قلبكم وقال لكم ايه. السلام عليكم.